السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. في فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة مع بعض روتين مسائي. بدأت تصوير من قبل المغرب كده، يعني بعد ما اتغدينا كده وقعدت شوية وقمت بدأت تصوير الفيديو. اول حاجة هبدأ بيها الفيديو، كنت عايزة اعمل اسبريسو في كنكة الاسبريسو اللي هي طبعا منتشرة على معظم الجروبات، وعارفة ان في ناس كتير جربتها. طبعا هي بتكون مكونة من قطعتين كده، تحت في زي كوب كده بياخد حوالي فنجانين من القهوة اللي هي الفناجين الصغيرة. آه، بتحطي اللبن تحت، وبعدين في مصفى كده بتحطي فيها القهوة، وبعدين تربطي الجزء اللي فوق. فحطيت كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقولك لو انتي هتضيفي اي نوع شوكولات للاسبريسو، فما تضيفيش سكر لانها هتكون مسكره قوي، فمش هتكون يعني ايه احسن حاجه. انما لو مش هتضيفي شوكولات، فضيفي بقى السكر اللي انتي حباه. فهنا كنت مجمده كده معلقه شوكولاته من اللي انا بستعملها في شغلي يعني، وحطيتها هنا علشان تسيح وتبدا ان هي تنزل بقى مع الاسبريسو اللي هو طلع من النافورة دي. طبعا هو بيطلع على شكل نافورة كده من فوق. عايزة اقول لكم ان هو فعلا تحفة يا بنات، طعمه خطير بجد، يعني عن تجربة وعلى ضمانتي هاتوا الكنكة دي هتعجبكم جدا بجد. بصراحة ما كنتش متخيلة ابدا ان هي هتديني طعم جميل كده، وفي نفس الوقت اصلا يعني شكل الاسبريسو هو طالع من النافورة من فوق كده، فشكله بصراحة تحفة في منتهى الجمال بصراحة. هنا كنت صبيتها. طبعا انا عامله مج شاي يعتبر، بس بصراحه كنت مصدعه قوي، ما كنتش قادره بجد افتح عيني، فقلت لا علشان كده اتنشط واتشجع واكمل يومي ان شاء الله باذن الله. طبعا الشغل ما بيخلصش ويعني بصوا طول ما انت كده يعني في اليوم هتبص تلاقي في شغل كتير محتاج ان هو يتعمل. فربنا يا رب يدينا الصحة والعافية يا رب، ونعمل يعني محدش يعمل لنا ابدا، نعمل ونخدم ولادنا وننظف بيتنا. فدي كلها نعم يا بنات، والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال وعلى اي حال. طبعا كانت الكنكه زي ما شفتوا طرطشت طرطشه بسيطه كده على البوتاجاز، والبوتاجاز معايا كان زي الفل، فقلت لا هجيب الاسبونشه كده على السريع، وهبدا ان انا ايه امشيها على البوتاجاز والمع على طول. زي ما شفتوا كده حتى جبت معايا باقي البوتاجاز وهو كان نضيف وزي الفل. لمعته على السريع. وهنا بقى كانت الأطباق بقى والكوبايات بتاع الغدا. كنا عاملين في اليوم ده غدا خفيف كده يعني، فاتغدينا الحمد لله والشكر لله، نعمة وفضل من ربنا، ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. كنت محمرة بطاطس وعاملة تونة وجبنة على طماطم، ومقطعة بقى اللي هو الشهد السكر، يعني طعمه في منتهى الجمال، طعمه كان حلو قوي. واللهم صل على سيدنا محمد. واتغدينا الحمد لله والشكر لله. ودي كانت المواعين بتاع الغدا. طبعا بدأت كده ان انا افصل الكوبايات عن المواعين. بصراحة لما بكون يعني قايلة لولادي يعني مثلا دخلوا الاطباق الفاضية والكوبايات المطبخ، فما بيفرزوش قوي زي ما اكون انا في المطبخ مثلا باخد منهم، فبحط الكوبايات على جنب وهكذا علشان اسهل على نفسي. بس يعني مفيش مشكلة، المهم ان هما بيساعدوا ولو بحاجة بسيطة. فبدأت ان انا اخد كده الكوبايات على جنب الاول واغسلها كلها، وبدأت بقى بعد كده في الأطباق والمعالق وكده. طبعا ما كانش بقى فيه لا حلل ولا أي حاجة الحمد لله، يعني كان خفيف خفيف في اليوم ده. عايزة اقول لكم على حاجة. طبعا في ناس كتير بالنسبة لها شغل البيت وملل، واللي بنبات فيه بنصحى فيه وكل يوم هو نفس الروتين ما بيتغيرش. عايزة اقولك طبعا يعني انتي حتى لو بتغيري حاجة بسيطة في اليوم، اللي هي مثلا ممكن ان انتي بتغيري مثلا في وصفة الغداء،
فده في حد ذاته برضو تغيير، اعتبريه تغيير. يعني ان انتي بتقومي كده تنظفي بيتك وتشوفي طلبات ولادك وتعملي لهم فطارهم وغداهم وعشاهم، دي كلها نعم يا بنات والله العظيم. يعني الحمد لله والشكر لله، نحمد ربنا عليها، ما نملش ابدا ولا نزهق. حتى لو انت زهقتي ما تخليش الزهق والكسل ياخدك وقت طويل. يعني بص اللي هو ايه، يعني ممكن تزهقي شوية ولكن ما تستسلميش. يعني ارجعي كده لنشاطك ولطبيعتك ولحيويتك كده، علشان انتي اساس البيت، يعني انتي عمود البيت. لو مثلا ولادك لقوكي زهقانة مكشرة مثلا، يعني فدايما نفسيتهم مش هتبقى احسن حاجة. انما بصراحة انتي لو لقوكي كده بتعملي كل حاجة بحب، فهم هيبقوا دايما مبسوطين وسعداء كده من جواهم. فنعمل كده بكل حب زي ما اهالينا كانوا بيعملوا. وصدقوني والله العظيم نعمة وفضل من ربنا ان احنا بنقوم كده اصلا، ويعني بين اربع حيطان كده في ستر ونعمة والحمد لله رب العالمين. وبنعمل، فالحمد لله والشكر لله. في ناس مريضة بتتمنى ان هي تقوم كده تقف على رجليها وتعمل وتخدم بيتها وولادها. فالحمد لله رب العالمين، نعمة وفضل من ربنا. خلصت المواعين زي ما شفتوا، بس ما غسلتش الحوض. ما غسلتش الحوض ليه؟ لان كنت هغسل الرخام، فوارد يكون في معلقة هنا، طبق هنا، مش عارفة ايه، فاخلي بقى غسيل الحوض ده اخر حاجة. جبت كده طبق حطيت فيه نقطة صغيرة قوي من الاريال جل. عايزة اقول لكم ريحته خطيرة يا بنات، اللي هو بالدوني، ريحته تحفة. بصراحة بحب أغسل بيه الرخام وفوط المطبخ والبوتاجاز. بصراحة بصوا قمة الانتعاش بصراحة. فحطيت زي ما بقول لكم كده شوية مية دافيين عليهم، نقطة نقطة بس، عشان انا مش عايزة رغوة عالية علشان ما يجيرش معايا الرخام. وجبت الاسبونجة دي بقيت ابلها كده وعصرها كويس قوي قوي على قد ما تقدري، يعني تكاد تكون ناشفة. وبقيت بقى مشيها على اي حاجة محطوطة عندي على الرخامة، بحيث ان انا لمعها واخليها زي الفل. الراديو يعني علشان بس محدش يقلق، يعني طبعا هو كهرباء وكل حاجة، بس اللي هو زي ما بقول لكم الاسبونجة كانت معصورة قوي، فمفيش مية ولا حاجة دخلت جواه، الحمد لله والشكر لله. ونشفته كويس قوي. اهم حاجة الحاجة اللي انت تغسليها، اهم حاجة تتلمع بعد الغسيل كويس وتنشف قوي، علشان ما ترغيش وتغير بقى بعدين ويبقى شكلها مطفي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جيت هنا برضو شديت العجان وجبت بقى وراه. عايزه اقول لكم ان انا ما شديتهوش اصلا ولا جبت وراه بقالي مثلا 10 ايام ولا حاجه. فوارد بيكون وراه دقيق، سكر بودر، اي حاجه، فالحاجات دي بتجمع نمل. وبصوا يعني انا كل يوم اقول هشده واغسل الرخامه كلها، ولكن يعني بتيجي حاجه تانية تاخدني بصراحه. فقلت لا، النهارده جه وقتها ان انا لازم هعملها النهارده، يعني لازم هعملها، لان بصراحه لقيت يعني بعض نمليه كده على الرخامه. فظبطت الدنيا الحمد لله وغسلت وراه كويس قوي. وغسلت بقى بقيه الرخامه، وهنا كنت بقى بلم اي رغوه موجوده. وبرضو ورا الرخامه كده برضو يعني لمعته كده بالفوطه على السريع. كل حاجة بتتنضف اول باول، تنظيفها بيكون سهل قوي، بعكس بقى ما تسيب الحاجة يتراكم عليها دهون وتتبهدل وتضطرب، يبقى شكلها صعب جدا. ففي الوقت ده هتحتاجي ان انت تجيبي منظفات قوية زي سيترس، زي باور، زي الحاجات اللي ريحتها بتكون نفاذة وبتتعب جدا الجلد والنفس وكل حاجة. فلا يعني خلي دايما كده عندك عادة، بعد ما تخلصي غدا لازم الرخام كله يتلمع، البوتاجاز، الذرة في المطبخ مكان ما مسكتي بقى والمستي، مثلا علب البهارات قبل ما تحطيها مكانها لمعيها كده على السريع. والله يا بنات الشغل مش بيتعب ابدا ابدا ابدا. الفضا ان انت هيكون عندك وقت فراغ كبير، هو ده اللي بيتعب صدقيني. لان يعني لو ما شغلتيش نفسك بحاجة وغسلتها مفيدة بنفس الطريقة اللي فصدقيني انا هتشغلك غسلت بيها الرخامة بكل التانية. حاجة وحشة. هتصدعي وتوخمي وتبقى عايزة تنامي، مش طايقة كلام حواليكي، مش عايزة ولادك اصلا يتنفسوا ولا يتكلموا، خلي لان انت بالك اصلا ان غسيل الرخام يعني ده برضو من جواكي طاقة الحاجات سلبية الأساسية اللي انت لازم وعمالة بصي تشعري تعمليها كده كل طاقة يوم. سلبية.
فليه لا، خلي كده دايما يعني يعني يومك كده مثمر. اول ما تصحى الصبح زي ما قلت لكم قبل كده، هاتي ورقه وقلم، فضي كل اللي في بالك، اكتبي كل حاجه انت عايزه تعمليها في اليوم. بصي حتى لو عايزه تكلمي مثلا صاحبتك في التليفون، عايزه تكلمي مامتك، عايزه تكلمي اختك، في مثلا حاجه محتاجه ان هي تتعمل، ضروري لازم اعملها النهارده. بصي صدقيني صدقيني، الورقة والقلم ما بينسوش، انما احنا بصراحة بننسى. عودي نفسك كده تصحي الصبح تصلي، وبعدين تجيبي الورقة والقلم بتوعك، اي كراسة عادية خالص خالص من المكتبة، وابدأي ان انتي فضي كل اللي في دماغك في الورقة. صدقيني والله العظيم اساس ترتيب اليوم، لان انت هتيجي اصلا في اخر اليوم هتقولي يا نهار ابيض، ده انا عدى اليوم ونسيت اعمل كذا. فلا يعني ما تخليش بقى ايه اليوم يعدي كده على الفاضي، لا خلي يومك كده مثمر، وخليكي نشيطة كده وشطورة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جيت هنا على الرخامة دي، طبعا غسلتها بنفس الطريقة اللي غسلت بيها الرخامة التانية زي ما شفتوا. والمضرب ده كان مطرب، وكان بصراحة شكله صعب جدا، هو ما كانش محطوط في المكان ده. بس حطيته هنا كنوع من انواع التغيير يعني. طبعا اتغسل برضو، لمعته كويس قوي وحطيته هنا. هجيب دلوقتي علبة الملح وعلبة السمنة اللي انا كنت غسلتهم. علبة الملح دي، الملح اللي هو في العلبة دي بنقع منه مثلا الفراخ، بحط منه مثلا على التتبيلة، الحاجات دي اللي هي بتاخد كمية ملح دي. انما الملح اللي انا كنت جايباه معاكم في المشتريات ده بقى للشوربة، للطبيخ، الحاجات اللي هي ايه يعني سريعة دي. طبعا بحط طبق تحت علبة السمنة علشان ما تبصمش على الرخامة وتبهدل لي الدنيا، يعني بقدر المستطاع كده بنحاول ان احنا ايه يعني نحافظ بقدر الامكان. كنت طبعا خلصت كل المواعين اللي محتاجة تتغسل. جيت هنا بقى على الحوض علشان كان محتاج ان هو بصوا يتليف تليفة حلوة كده، وعلشان بقى اختم اليوم ان كان مثلا طبق ولا اتنين مكان العشاء وخلاص على كده. بصوا اللحظة اللي انا بستناها كده وبتبقى في خيالي طول اليوم، ان الحوض يتنشف بقى ويبقى يلمع كده وزي الفل. بس غسلته بقى غسلة حلوة كده وشطفته، وهجيب بقى الفوطة وهبدأ ان انا ايه ألمعه وانشفه اهم حاجة. كنت هعمل بقى عشاء للولاد، فكنت هعمل لهم شعرية بسكر. انا وعدتكم ان انا هعملها معاكم في اقرب وقت وعملتها اهوت. علشان تاخدي منها فكرة كده سريعة جدا للفطار وللعشاء. طبعا احنا محمرين الشعرية في الفرن زي ما قلت لكم، بتنفع جدا. يعني من اجمل الحاجات اللي ممكن تجهزوها. هتجيبي صاج او صواني، هتحطي فيها الشعرية وتحطيها في الفرن، هتعملي كذا حاجة حواليكي والشعرية لسه في الفرن، من وقت للتاني بتتقلب وخلاص، بتكون جاهزة معاكي في البرطمانات عندك في المطبخ. بتنفعك جدا بصراحة. حطيت معلقة سمنة بلدي وبدأت ان انا اشوح فيها الشعرية، ومعلقة سكر علشان بحب قوي ريحة السكر المكرمل كده مع الشعرية اللي بسكر دي، بصراحة بتكون حلوة وطعم قوي قوي يا بنات. يعني اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي. طبعا في ناس كتير بتعمل الشعرية باللبن، بس لا احنا بنعملها بسكر كده عادي، وبتبقى طعمها حلو قوي، بتبقى طعمه وبتبقى جميلة جدا. وخصوصا انت لو انت عاملاها بقى بسمنة بلدي بتكون يعني بصراحة تحفة. سخنت بقى مية علشان كنت محتاجاها تغلي على طول وتستوي بسرعة. بس كده، بس كنت هحتاج حوالي نص كوباية مية، فضفتها بقى من الحنفية وخلاص. طبعا بتستوي، عايزه اقول لكم في اقل من دقيقتين بتكون اصلا استوت معاكي، بتكون مفرفره وزي الفل، بتبقى جميله قوي يا بنات. يعني انا من عشاقها، كانت ماما دايما بتعملها لنا في الشتاء بقى. فبصراحه احنا بنحبها جدا، وانا كمان عودت ولادي عليها اصلا، يعني من وقت للتاني كده بعملها لهم. بس علشان طبعا انتوا عارفين الاجيال دي بتزهق بسرعه، فيعني مش بكررها غير لما بيكونوا هم حابين. طبعا هو لونها مش فاتح قوي زي الصورة كده، هي لونها طبعا ذهبي كده جميل قوي، وطبعا لون واحد.
تحفة يا بنات والله العظيم، عن تجربة. اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله، باذن الله تعجبكم جدا. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يعجبكم. لو هتاخدي من الفيديو فكرة بسيطة خالص تنفذيها. ولو عجبكم الفيديو لايك وكومنت تحت الفيديو، اكون شاكرة ليكي جدا. اسيبكم يا بنات في رعاية الله وحفظه، مع الف سلامة.